السلام عليكم يا رب يا ساتر. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ وازاي الاخبار؟ وازاي الاولاد؟ وازاي المدام؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله يا عم. الحمد لله بنحمد ربنا الحمد لله. وانت اخبارك ايه؟ بس يا وحش بقى احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ ازيك يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم نور عزت. طبعا لو انت لسه مش عارفني فانا يوتيوبر ستريمر برضو فاهم، فلوجر. لو انت ما بتعرفنيش انا بعمل محتوى جيمنج، بعمل محتوى رياكت، بعمل محتوى فلوجز، بعمل فيديو كليب بعمل اديتنج برضو الفيديوز. هتلاقيني اعمل اديت لشورت فيلم مثلا او شورت فيديو او ميوزك فيديوز. يعني لازم تعرفني يا باشا. اهم حاجه تنزل تعمل سبسكرايب. اوكي اعمل سبسكرايب وتابع الجاي عشان الجاي شديد. اوه ولعه دي سخنه فاهم. طبعا الناس اللي عارفاني بقى، اللي عارفه نور عزت، تسال انت ليه مختفي كل ده؟ فين نور عزت يا جدعان؟ ده كان في واحد كده ايه قعد يطلع ويقول لك اليوتيوب اوه ده انا يا جدعان، ده انا هكسر ووصل 2000 سبسكرايبرز وقعد. فين يا جدعان؟ فين نور عزت؟ ببساطه كده انا كنت في ثالثه ثانوي ودخلت على جامعه فاهم، فعقبال بقى ما اخلص ثالثه ثانوي خلصت الامتحانات، وعقبال ما اخد ورق ثالثه ثانوي واخد كل دوت واروح للسيد فاهم. فكنت بستقر نفسيا وبستقر في حياتي عشان اظبط اموري وارجع بقى ايه على رواقه فاهم، اللي هو كده ايه، عارف انت كانك ايه، عارف انت لما تصحى الصبح بدري كده بقى وتنزل بقى وراك مشوار مهم ولا حاجه تقضيها، وترجع بقى من اليوم تقعد كده اهو تشرب كوبايه شاي كده. والله العظيم you are gay. Don't say this to me. والله you are gay. والله you are gay. فانا كنت يعني برستق حياتي وبرستق اموري وبظبط كل حاجه عشان ارجع اعمل الحاجه اللي انا بحبها. النهارده انا هتكلم عن احسن كرسي جيمنج ممكن تشتريه. انا عارف بقى ان ايه بقى تمام، الناس بقى اللي هي بقى اللي بتحب الجيمز بقى، واحد مثلا عنده كرسي وهو معاه فلوس انه يجيب كرسي، بس هو ما ده مش بخل، هو مش عارف يجيب ايه احسن حاجه. فانا انصحك باحسن حاجه تجيبها في الفئات السعريه ومن ناحيه الجوده الصراحه، يعني من ناحيه الكواليتي. انا هتكلم النهارده عن الكرسي دوت. الكرسي ده بصراحه من افضل الكراسي، من افضل فاهم، من افضل الكراسي اللي ممكن تشتريها. ولو انت جيمر او يوتيوبر، فوتوغرافر، فيديو اديتور، بص لو انت بتشتغل اي حاجه على البي سي وبتتعب مثلا او بتقعد وقت طويل، انصحك جدا ان انت تشتري الكورس ده. وما انصحكش انك تشتري الكورس الجيمنج بشهاده ناس كتير بجد. الكورس الجيمنج دوت فاهم اللي هو اسم، يعني هو اسم وشكل، يعني هو شكل من بره، لكن ككواليتي ما تلاقيش، ما فيش كواليتي خالص. كواليتي بالنسبه لكرسي الجيمنج عايز كواليتي ادفع اكتر يعني فاهم، ما تروحش تجيب كرسي ب 2000 ونص ده يا جدعان، ده كرسي جيمنج يا جدعان. لا ما فيش الكلام ده. هو ممكن يكون كرسي عادي فاهم، لكن كشكل، عارف انت لما يكون مثلا في شوز مثلا ب 5000 تروح انت جايبه 500 جنيه وتقول انا جبت شوز مثلا كذا وتقول ماركه البتاع، لكن هو مش اوريجينال فاهم. فبالنسبه للكراسي الجيمنج ديت لو هتشتري حاجه اوريجينال هتلاقيها غاليه جدا. بس يعني ما انصحكش انك تشتري غالي. انا انصحك بالكرسي ده. الكرسي ده من افضل الكراسي اللي ممكن حرفيا انك تقعد عليها بالساعات. انا زمان كنت بقعد على كرسي عادي مثلا اللي هو كرسي حديد عادي زي اي كرسي، مثلا بقعد عليه مثلا من كام، يعني لو قعدت 6 ساعات مثلا بلعب لا انا بقوم بقى ايه، ظهري رقبتي سرير فين. انما دلوقتي يعني انا جربت من اول ما اشتريت الكرسي، اول حاجه قلتها لاخويا فاهم، هي حاجه تافهه شويه ممكن هو يكون مستهيفها فاهم، لكن انا مش قصدي ان هو هيافه اللي هو انا رايح العب، انا بجرب الكرسي عايز ارتاح. وحصل وفعلا قعدت على الكرسي مش 6 ساعات، انا تقريبا قعدت 8 10 ساعات. افتكرت بقى ان ايه، انا مش عارف انت، انا حاسس ان انا مش يعني مفيش حاجه، حاسس ان انا لسه واقف. انا قعدت على الكرسي كده اهو فاهم، انت تسند ظهرك كده تمام، انت كده ايه، بحس يا اسطى بانبساطك ان انا راكب البساط، بحس يا اسطى بانبساطك ان انا راكب البساط. اضحك محمد اضحك. طيب يا جماعه، احنا دلوقتي بقى هنشيل الاكياس والحاجات اللي محطوطه على الكرسي، وبعدين نشوف بقى منظره وشكله الجمالي، وهنتكلم على مميزاته وعيوبه، وبعدين نرجع له. يلا بينا. طب انت طيب شكلك برضه. طيب يا جماعه، كده احنا شلنا الاكياس كلها من على الكرسي،
وده هيكون منظر الكرسي اول ما تشيل من عليه كل حاجه. نقطة بسيطة وتوضيح بسيط بعد قطع كلامك يا أستاذ إسلام. تعبان يا كابتن. اتفضل. والله ما ينفع. يا اتفضل أستاذ يا أستاذ إسلام، ما ينفعش. الكرسي ده ما ينفعش يتغسل بالمية، وما ينفعش ترش عليه مية، أو إنك تجيب مية مثلا وأنت قاعد كده أنا هرش بالبخاخة وأمسحه، لا ما ينفعش أبدا أبدا تجيب عليه مية، عشان بص هو خلاص اعتبر إنك لو جبت عليه مية باظ. فلو في شوية أتربة ممكن بس إنك كده تمسحه كده، أو تجيب البلار اللي هو بتاع الكيس بتاعت البي سي تنضفوا بيها، لكن ما تجيبش ميه وتحط عليها، عشان اعتبر ان انت ما عندكش كرسي خلاص. خلصت يا باشا؟ الله المعلومه بتاعتك. السلام عليكم. خلصت السلام المعلومة. عليكم. سلام. الكرسي ده بجد من اجمل الكراسي اللي انت ممكن تجيبها. وبالنسبه للناس اللي عايزه تعرف الفئات الاقتصاديه بالنسبه للكراسي الطبيه او كراسي الجيمنج، كراسي الطبيه بتتراوح فئه اللو بادجت مثلا تبدا من 400 جنيه او 600 جنيه، بس الحاجات دي ما انصحكش بيها. انا شفت حاجه زي كده وجربتها، كان تقريبا اللي هو ايه، كرسي، عارف انت كرسي بيزيق، عارف انت والله بجد لو انت جيت تعمل كده عارف انت البيبان القديمه هي دي، فما انصحكش بالكراسي ديت لانها هتتعبك نفسيا، والله هتبقى قاعد كده اهو ودني. فبالنسبه للكراسي اللي هي اللو بادجت ديت والفئات السعريه القليله، هي بتكون كويسه بس بيكون فيها عيوب، يعني هي بتكون يعني ممكن حاجه فاهم، حاجه تشيل حاجه، او يعني حاجه عاليه وحاجه واطيه فاهم. ممكن تلاقي الخامه مثلا الكواليتي تلاقيها كويس، ممكن تلاقي بقى مثلا في عيب اللي هو الصوت، ممكن الحديد ممكن تلاقي الكرسي اتكسر فيك فجاه. يا بيبي اوه شيت. فالكراسي الطبيه بتبدا مثلا من 700 جنيه، وفي فئه تانية من 900 جنيه. الفئه اللي بتكون ب 900 جنيه ده بتكون حلوه شويه، بتكون كويسه، احسن من الفئه القليله بصراحه احسن من الفئه القليله. بتكون قاعد مرتاح كده اهو، ولا اي صوت ولا اي حاجه، تلف براحتك. لو قعدت تلف، انا مش عايز الف بس عشان ايه، السلك بتاع المايك هيتقطع والكاميرا هتقع والرينج لايت، فهيحصل حاجه ليله كبيره. فانت مهما قعدت وعملت كده هتكون مرتاح نفسيا. فالكراسي اللي بتكون من فئه 1200 جنيه بيكون بيميزها الهيد ريست او الرقبه، عشان وانت قاعد كده تريح رقبتك. انا مش عارف اريح رقبتي. بس عامة ما بتكونش موجودة خالص لأنها بتخلص على طول، والمصانع مش هتنتج، مش هتنتج في يوم وليلة. فيقول لك إيه بقى يا باشا، في واحد ب 2000 جنيه. 2000 جنيه إيه يا عم، أنا عايز كرسي، أنا جاي أرتاح والله، بس الموضوع طلع كبير قوي. فلو أنت بتبحث عن كرسي كويس، أنصحك بالكرسي اللي من فئة 900 جنيه، ده هيكون كويس عليك جدا وهترتاح جدا، حتى لو قعدت عليه ساعات مونتاج، لعب، تصوير، أي حاجة. حرفيا الكرسي يعني جميل جدا. وبالنسبه للكواليتي، الكواليتي جميله جدا. الكرسي بيبقى مصنوع من البلاستيك، الرجول بتكون ستانلس ستيل، والخامه بتاعت الكرسي بتكون فوم، وفوقيه شبك ماش. ده شبك حراري طبي. حرفيا الشبك دوت احسن حاجه حرفيا ممكن تخليك تحب الكرسي، لان الكراسي التانية اللي بيكون قعدتها من جلد، حرفيا الكراسي دي بتبقى وحشه جدا وبتعرق. وبالنسبه للكراسي التانية اللي بيكون الهاند ريست بتاعها بيكون من البلاستيك، مش هترتاح خالص فيها خالص. فانصحك ما تجيبش اي كراسي من اللي بتبقى بالهاند ريست اللي بيكون بلاستيك، عشان بتيجي كده بتكونش حاسس انك مرتاح. لكن لما يكون الهاند ريست فيه فوم وشبك ماش، حرفيا بتبقى مرتاح جدا. بالنسبه للكرسي وارتفاعه، بيبقى فيه يد جانبيه في الكرسي، تقدر انك تعمل كده، تقدر بس هتتعب، يعني انت تتعب شويه، ممكن بس تقوم كده اهو، تروح عامل كده اهو، خلص الموضوع. دلوقتي طبعا ايه، هجرب لكم بقى يا جماعه ان انا انزل بالكرسي، انا كده على اعلى ارتفاع، هنزل بيه بقى. بصوا، اوبا انزل تاني، اوبا ايه ده، خلاص كده جبت اخر، كده ما عادش فيه فادي انا اختفيت. فبالنسبه لارتفاع الكرسي، ارتفاع الكرسي كويس. اما بالنسبه للشحن او رسوم ومصاريف الشحن، من 100 ل 125 جنيه. لو حد قال لك اكتر من كده، حرفيا هو بيبالغ وبيضحك عليك وبيستغلك. ايه، ما انت ساكن بعيد، ما تسكنش بعيد، لو انت في محافظه ثانيه يا باشا، ما تسكنش بعيد. بالنسبه للكرسي ككل، الكرسي جميل جدا وهيريحك جدا. بالنسبه للكراسي، نقطه مهمه انا ما كنتش فاهمها،
بس كذا حد قال لي اياك انك تقعد بالكرسي على السجاد، لكن فعلا انا اتاكدت من حاجه زي ديت لما سالت كذا حد، وفعلا الكرسي بيبوظ من ايه سبب او مشكله الكرسي على السجاد؟ الرجول بتاعت الكرسي ممكن في كراسي يجي بتاعتها العجل بيكون ضعيف فالعجل يتكسر، يا اما الرجول مثلا بتبقى ضعيفه فممكن الرجول تتكسر فتقع فجاه في الارض. فانت تكتفي بس وانت قاعد على الكرسي على السجاد، تكتفي انك تعمل كده اهو مع حركه بسيطه، فاهم؟ لكن هو ما بيتحركش عامه، انا فهمت هو على السجاد ما بيتحركش، لكن انت تكتفي ممكن تعمل كده اهو بس. لكن كحركه بالكرسي وتتحرك وتتنقل لا. انما لو ارضيه سيراميك او رخام او بلاط تقدر تتحرك عادي جدا بكل سلاسه وكل سهوله. وبس كده اكون شرحت كل حاجه عن الكرسي وكل التفاصيل. ولو انت جديد هنا ما تنساش انك تنزل تعمل سبسكرايب وتتابعني وتفعل زر الجرس. اهم حاجه في ناس بتعمل سبسكرايب او اشتراك وخلاص من غير ما تفعل نوتيفيكيشن، لا لازم تفعل نوتيفيكيشن عشان تتابع كل جديد. وبس استنوا كله قريب وكل جديد، وان شاء الله فيديو جديد قريب جدا. وكان معاكم نور عزت، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.